أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العظيم. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متجها للمسجد الأقصى بعد هجرته من مكة للمدينة لمدة تتراوح من 16 ل 17 شهر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما كان متعود وهو في مكة كان بيصلي وقبلته للكعبة، دي قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. فكان متحير من أمره وكان دايما بيقعد يبص في السماء محتار، هو نفسه يصلي في القبلة بتاعته اللي هي الكعبة، بس مش عارف يعمل إيه لغاية ما نزلت عليه الآية دي. في أحاديث بقى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا أو إلى السماء الأولى فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مبتلى فأعافيه، هل يعني كل واحد ليه مطلب، يا ريت النهارده يدعي ويطلبه من ربنا عز وجل. وحديث ثاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل إلى السماء من غروب الشمس، وإن الله يطلع إلى جميع عباده أو خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يعني إلا لمشرك أو اتنين متخاصمين مع بعض، دول ربنا مش هيغفر لهم. فيا ريت كل واحد يصفي نيته ويسامح لو حد أذاه أو حد زعله علشان ربنا يقبل مننا دعواتنا وتوبتنا. النهارده يعني مستحب ان احنا النهارده صايمين، مستحب ان احنا نقرأ قرآن بالليل، نقيم الليل عشان ربنا يتقبل مننا، ده من غروب الشمس إلى قبل الفجر، وربنا يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في اطباق الندى. النهارده هكمل معاكم برضو حاجة من، يعني هو الفول ده اساسي طبعا طول السنة، بس بيبقى له طعم تاني بصراحة في شهر رمضان، وان شاء الله اعمله معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. انا ما بحطلوش اي الوان، ما بحطلوش ولا كربونات ولا بيكنج باودر ولا الحاجات الكتيرة اللي بتتحط دي، بس كل واحد بيحب طبعا يحط حاجة يحطها براحته. انا هعمل معاكم الفول بطريقتي السهله البسيطه جدا. هنبتدي نقول بسم الله. اول حاجه احنا بنجيب من عند العطار او من المكان اللي بتشتري منه فول، بتقولوا له عايزه فول مكمور. الفول بتاع التدميس ده اسمه فول مكمور عشان يستوي ويبقى زي الزبده معاكي. بعد كده بغسله كويس وبنقعه في الميه ساعتين، ما تنقعهوش اكتر من ساعتين، اكتر من ساعتين هيشرب معاكي الميه، فهتيجي تسويه هياخد سوا جامد لان هو خد كفايته من الميه، مش محتاج ان هو يزود ميه تاني او خلاص كده بتحسي ان الفوله نشفت معاكي. انا كده غسلته، بوريكم الفوله لونها ابيض كده وبتبقى عريضه شويه. غسلته حطيته في الدماسه او في قدره الفول. عندي هنا بقى طماطمتين، جزرايه، او انا عموما بشيل الجزر مبشور في الفريزر فباخد منه حته بتبقى سهله. يبقى في الخلاط هنا طماطمتين وجزرايه مش اكتر من كده، ضربتهم وحطيتهم على الفول. ليمونه قسمتها 4/4 وحطيتها. عندي هنا معلقتين عدس اصفر ومعلقه رز، بس مش هحطهم دلوقتي. في ناس كمان بتحب تحط فول مدشوش، كل واحد بيحط برضو اللي بيحبه. على البوتاجاز بقى حطيت الفول، اول ما بيغلي معايا غلوتين كده ده سخان بالكهرباء بتاع الفول، بتجيبيه من عند اي واحد بتاع مستلزمات ادوات منزليه يعني، بيريحني ده بقى، ما بفضلش كل شويه رايحه جايه على الفول اقلبه ولا كده. بخلي الفول بيقعد حوالي 3 ساعات لغايه ما يشرب ميته خالص. بغسل العدس والرز بحطهم على وش الفول، ما بقلبهمش، لو قلبتهم هينزلوا تحت وهيلزقوا في الدماسه من تحت. انا بقى وبغطي عليهم حوالي ساعه كمان بيكون العدس والرز يستووا معايا خالص. بحط عليهم بقى ميه مغليه. الفول لازم يتزود بميه مغليه، لو الميه بارده برضو هيخلي الفول معاكي ناشف ومش هيستوي معاكي. ده شكل الفول معايا بعد ما استوى. حطيت عليه بس كانت ميه، فهقلبه تقلبتين وكده هيبقى استوى معايا خلاص. هبتدي اغرفه بقى. ده لون الفول بتاعي، اللون ده من الجزر والطماطم، ما حطيتش عليه اي الوان تانية ولا صلصه ولا كركم ولا اي حاجه. هحط بقى عليه شويه زيت زيتون. طبعا توضيب الفول ده كل واحد بيوضبه بالطريقه اللي هو عايزها، وفي اكتر من طريقه، وان شاء الله هبقى اقدم معاكم برضو طريقه او طريقتين في رمضان ان شاء الله لو عشنا. حبه زيت وحبه طحينه، حبه كمون، ملح، ليمون، ممكن تخرطي فص ثوم، ممكن تخرطي قرن فلفل اخضر او فلفل حامي يعني.
زي ما قلت لكم، كل واحد بيوضب الفول بالطريقه اللي بيحبها. ممكن تضربيه في الخلاط وتحطي معاه حبه بقدونس، بيبقى جميل جدا برضو، جنب حته جبنه كده وخياريه متقطعه وطماطمايه بتنجان مخلل، شويه بطاطس بقى، طعميه، اي حاجه الموجوده عندك طبعا هيتاكل. هو عموما الفول لوحده كده بصراحه بيبقى زي الفل، مش عايز اي حاجه تاني جنبه. انا قربت بس الكاميرا هوريكم لون الفول، وهقول لك كمان ازاي تحافظي على الفول يفضل معاكي لاطول مده نفس اللون دوت، ما بيتغيرش معاكي خالص. طبعا احنا لما بنحط الفول عاده على رف التلاجة، تاني يوم بتيجي تستخدميه او في الفريزر حتى بتلاقي لونه غمقي كده واسود معاكي، ما بيبقاش حلو بصراحه. انما لما هتعملي اللي انا هقول لك عليه ده دلوقتي، بيفضل معاكي الفول لونه زي ما هو، ما بيتغيرش لاخر حبه معاكي يعني في الدماسه. انا كمان ما بحبش احط الفول بصراحه في الفريزر، انا بدمس على قد يومين او ثلاثه مش اكتر من كده، وكل ما بيخلص بدمس تاني. انا طبعا حطيت اللي هنفطر بيه، الفول اللي هيفضل بقى معاكي في الدماسه. هوريكم شكله بس، وهبعد شويه كده الدماسه لان الدخان او البخار بتاعها طالع على الكاميرا مش مبين الفول لونه كويس. بسم الله كده زي ما انتم شايفين، لونه الاحمر اللي هو الوردي ده الجميل، من غير اي حاجه تانية، من غير الوان، من غير اضافه بيكنج باودر ولا كربونات ولا اي حاجه خالص. هعصر بقى على وشه كده نص ليمونه. نص الليمونه دي هتحتفظ بلون الفول زي ما هو، هتبقى زي ماده حافظه او ماده عازله عن الهواء. هركن بقى الفول لغايه ما يبرد خالص وبحطه في التلاجة، ما بعملش فيه اكتر من كده. لما باجي بقى اخد منه، هفتح بقى بسم الله اللون الابيض اللي على الوش ده، ده لون الليمون. هشيل بس الطبقه دي كده على جنب شويه، وهبتدي اجيب من تحت بسم الله. ادي لون الفول زي اللي انا كنت عاملاه امبارح بالظبط، يعني قبلها بيوم. لون الفول ما بيتغيرش معاكي خالص لاخر حبه معاكي، حتى لو حطيتيه على رف التلاجة اسبوع بيفضل لونه زي ما هو كده. خلاص الليمونه، النص ليمونه اللي انت عصرتيها خليته احتفظ بلونه زي ما هو، مش هيتغير معاكي خالص. طبعا الليمونه اللي حطيتها في الاول دي اتهرت خالص، مش هتلاقيها معاكي يعني، مش هتقابلك. بس انا هاخد بقى الكميه اللي انا عايزاها وبركن الباقي. اهم حاجه ما تسخنيش الدماسه، لا خلاص انا هاخد منها الكميه اللي انا عايزاها وهشيل الباقي. ممكن برضو تفضيه من الدماسه تحطيه في علبه في التلاجة او حاجه، بس انا بصراحه برضو بشيله زي ما هو كده في الدماسه، باخد منه الكميه اللي انا عايزاها وبشيلها تاني. زي ما انتم شايفين طبعا شكل الطبق بيتكلم لوحده، مش محتاج حد يقول عليه حاجه. بتمنى ان شاء الله ان طريقتي في تدميس الفول تعجبكم، وبألف هنا.